سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مبارك سعيد وجمعة مباركة كلها خير ومكرومات وفضائل وشكر لله عز وجل. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وفخامة رئيس الجمهورية التونسية السيد منصف المرزوقي سيؤديان بعد قليل صلاة الجمعة بمسجد الإمام مالك بن أنس بضواحي مدينة تونس. معمار ديني يشهد على تأصل أهل تونس في إسلامها منذ قرون وقرون. والإمام مالك بن أنس اسم هذه المعلمة الدينية المتميزة هو مالك بن أنس الأصبحي الحميدي أبو عبد الله، أحد أئمة أهل السنة الأربعة، وإليه تنسب المالكية. المذهب المالكي ساهم منذ القرن الثاني للهجرة في توطيد الروابط بين مدينتي فاس والقيروان، والبعد الواقعي للفقه المالكي المبني على السنة النبوية المطهرة كان له دور كبير في ترسيخ الوحدة وتحصين الشخصية الثقافية للمغرب وتونس من مخاطر الذوبان. تواصل وتناغم بين الفقهاء والعلماء الأجلاء في البلدين شاهد على الإسهام في إغناء الفكر الديني وصونه وترشيد ممارسته وتسليط الأضواء على الفقه الراشد وتحقيق التواصل العلمي لإبراز خصائص المذهب المالكي وما يتميز به من واقعية ومرونة أصولا وفروعا. بهذه الرحاب سيداتي سادتي التي تضللها السكينة، وبفضل علماء ورجالات وصلحاء البلدين الشقيقين ترسخت الهوية وتعزز الأمن الروحي القائم على القيم والمثل التي قامت عليها مدرسة رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الناس صح عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يرحمكم الله الحمد لله الذي جعل أمة الإسلام أمة متمسكة بتعاليم الدين متراحمة متضامنة إخوة في الله متحابين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ملؤها اليقين دعا سبحانه إلى التراحم جسدا واحدا متلاحمين ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله
المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، هداة مهتدين بقيمهم وأخلاقهم متمسكين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقد بعث الله سبحانه وتعالى فينا رسولا رؤوفا رحيما بأمته، جاهد في الله حق جهاده من أجل إعلاء كلمة الإسلام وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأنزل الله عليه القرآن كتاب هداية ورشد، يدعو إلى كلمة التوحيد بعبادة الواحد الأحد الذي خلقنا ورزقنا وجعلنا خلفاء في الأرض لعمارتها ولإصلاحها، وخلق فينا إرادة التفكير، وغرس فينا حب العمل، وحثنا على طلب العلم، به تتقدم الأمم الإسلامية ويحصل لها العز والقوة والمناعة. فقد قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته المنهاج الذي سار عليه أصحابه من بعده، فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس. وقد مدحهم الله في كتابه العزيز وأثنى عليهم وعلى كل من جاء بعدهم وعمل بمنهجهم وسار على طريقتهم وسيرتهم. هذا وقد كان الإسلام وما زال الدين الأمثل الجامع لقواعد الدين الصحيح، من عقيدة سليمة من الأهواء والزيغ وعبادات ومعاملات توحد المؤمنين على فعل الخير والعمل الصالح، وتنشر المحبة والتآلف والتقارب والتعاون، وتنشر الحرية والعدل والمساواة. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأوصانا بتقوى الله لأنها أساس السعادة في الدارين في ظل عناية الله وتوفيقه، وذلك هو مفتاح الفوز المبين. فالتعاون والتآزر والتشاور من مثل الإسلام العليا حث عليها ديننا الحنيف، إذ لا يستقيم هذا الدين إلا بتكامل هذه المبادئ مع العقيدة الصافية الصادقة. فالدين مجموع هذه العناصر التي هي عبادة الله وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، عضوا عليهما بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه البعض. ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه تأكيدا لمعنى يشد بعضه بعضا، وتأكيدا للامتزاج الروحي بين الإخوة. فكما أن الأخوة في النسب تربط بين الناس وبين العائلات بوشائج القرابة الدموية، فالأخوة في الدين والمجتمع تجعل المنتسبين إليه عائلة واحدة تربط بينهم وشائج الولاء للدين والوطن في مفهومه الشامل، كما هو بالنسبة لمغربنا العربي الذي يجمع بين أفراده أكثر من رابط من دين ولغة وأصول مشتركة. وقد أفضى علينا مذهبنا المالكي وعقيدتنا الأشعرية الشعور بالقرب ومن الانسجام في الطبائع والعادات والأعراف. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
وما الزيارة التاريخية لجلالة الملك أمير المؤمنين مولانا محمد السادس نصره الله إلى بلدنا واجتماعه بأشقائه التونسيين إلا دليل على تجسيد هذه المبادئ وهذه القيم الإسلامية المشتركة التي وطدت العلاقة الأخوية بين شعبين، فلا شك إنها ستثمر المزيد من التقارب ومن العمل المشترك ما يعمق الروابط ويحقق التقدم والازدهار والأمن والاستقرار. وخير ما نختم به كلام الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير المرسلين. أما بعد، عباد الله، فإن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في هذه الساعة المباركة، بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فإن ساعتنا هذه ساعة إجابة، على ما ورد في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ثبتنا على الإسلام وأحينا على الإيمان، واجعلنا من الصادقين المقربين، واجعلنا من العاملين الصالحين المتمسكين بالحق السائرين في الطريق المستقيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم جنبنا كل ما تكره وتأباه. اللهم أرنا الحق حقا ووفقنا في اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه. اللهم رفعنا إليك أكف الذرع فلا تردنا خائبين. ربنا وأدخلنا في حسنك الحصين، وأسكننا في حسنك الحصين، ولا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وأمنا من كل ما نخاف. اللهم احمي بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ووفق قادة المسلمين إلى ما يعود على شعوبهم بالخير العميم والعزة والتمكين، وانشر علينا جميعا من رحماتك وخيراتك وأمنك وأمانك، وسلمنا يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كثيرا حمدا كثيرا مولاي نسألك العفو والعافية. الله أكبر. السلام عليكم. يا إلهي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اهدنا ووفقنا لصالح الأعمال. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم تقبل منا الصلاة والدعاء ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومسك الختام لجلالة الملك المعظم أمير المؤمنين، ولتفضل بالختم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سيد الرئيس. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وفخامة رئيس الجمهورية التونسية السيد منصف المرزوقي صلاة الجمعة بمسجد الإمام مالك بن أنس. ونحن في هذه الجمعة المباركة تحس الجمهورية التونسية الشقيقة قيادة وشعبا بهذا اللقاء مع أمير المؤمنين. إلى هنا أودعكم سيداتي سادتي، وإلى اللقاء.